السلام عليكم. عاملين ايه واخبار يومكم؟ يا رب يكون يومكم خير علينا وعليكم جميعا يا رب. كل سنه وانتم طيبين، ربنا يجعله يوم بخير علينا وعليكم جميعا يا رب. قلنا ان شاء الله النهارده بنتي جايالي، يعني ابنها اللي ربنا يشفيه يا رب ويعافيه، تعبان شويه، فان شاء الله يعني احنا حاجزين عند الدكتور ونروح نكشف عليه ان شاء الله. قلت يعني نجهز غدا، هنتغدى. هي كانت جايه على بيات، كان معانا ميعاد من الدكتور، وربنا يشفيه ويعافيه يا رب هو اللي زي. هنعمل برنجان ديت، عايزه اكل برنجان يا ماما، قلت لها مفيش مشكله لان ابنها تعبانه ومش بتاخد يعني تملك ان هي تعمل برنجان وكده. فقلت ايه اعمله اني، وهتتغدى مع اخواتها وتحمد ربنا يعني والحمد لله. هي دي اللي معاها ده اول خلفتها. جبت 3 كيلو برنجان، كنت جايبه الكيلو ربع ب10. وهنعمل مع بعض مثلا، كان عندي الفراخ اللي أنا كنت طبعا بنزلها لكم على طول، لان كنت تبعتها لان كان طبعا الجو حرر وما ظبطوش معايا كده في التربيه، مكانش تربيتهم قد كده، بس الحمد لله يعني نقدر نقول الحمد لله. كانت الفرخه يعني عامله زي 2 كيلو، 2 كيلو وربع، 2 كيلو ونص. هي تقدروا تقولوا حلوه، بس اني مش بحب الفراخ تكون ضعيفه. والحمد لله يعني جايه في يوم الجو كان حر جوا عليهم، ومات مني كام فرخة ومسكتهم يعني دبحتهم، بس ما كانش في وقت ان انا اصور وانزل. اهو هطلع منهم فرخة ونص، وهنعمل كيسان مكرونة مع البرنجان دي، لان طبعا البرنجان دي مش هيكفينا، والعيال الصغيرة مش بتحب البرنجان. انا عندي يوسف مش بياكل برنجان قوي، ومحمد برضو اللي هو ابن بنتي التانية مش بيحب المحشي. فهنعمل كيسان مكرونة مع بعض برضو، وهنمشي مع بعض خطوة بخطوة. انا بحمل الطماطم اللي انتوا شايفينها دي، انا ما كانش عندي طماطم في الفريزر. اللهم صل على النبي، طلعت طماطم من الفريزر دي، انا يعني بعينها كده في الفريزر، بعينها حب كده. ما بحبهاش صلصه، ولا بحبها تكون مضروبه في الخلاط مثلا وانت عينها من غير سوى، لان بحس انها بيطلع لها ريحه. بحبها فريش كده، يعني بطلعها، حتى لما بطلعها بتبقى زي كأنها صبحه، بطلعها واحطها على النار شويه واقوم ايه نشرها وحطها في شفشق الخلاط وضربها. وادي البرنجان غسلته معاكم كام فم على الحوض اهو. غسلته كام فم حلو وصفيته من الميه، وحطيت شويه زيت في ارضيه الحله لان هجلي فيها، وهديله تلوحه سريعه كده. انا مش بمسك البرنجان يعني برنجانتين برنجان، انا بحط كميه واجلي. يا دوبك البرنجانه ايه ان هي تاخد لون معانا كده. وعامه البرنجان اللي هو البنفسجي ده بيستوي على اقل نار، مش بياخد نار كتير، ان هو يبقى مجلدع، ان انت تسوي تلوحيه جامد عشان يبقى ايه، يبقى طعمه حلو. وهو بسم الله ما شاء الله اللي دي بتبقى يعني طالما ايه صبحه معاكي، ما بتاخدش سوا كتير، يا دوبك بتلوحها تلوحه بسيطه. يعني هما كانوا 3 كيلو، قسمتهم على تلوحتين، عملتهم على مرتين. اهو دي الرنجان يا دوبك غيرت لونها، حتى لما تيجي تحشيها تلاقي ايه، هتلاقيها مفتوحه، مش تلاقيها متطبقه ومقفوله كده وتنكف معاكي في المحشي. برضو بوزها مفتوح، وعلى طول على طول ايه، على طول بتاخدش معاكي ايه تعبيه كتير، وقت في التعبيه يعني. هو ده اللي لوحته كله اهو، وهوريكم معاكم اهو. وهنزل تاني بشوية زيت، ازود شوية زيت على كده فوق ارضية الحلة، ونزلت بالبصلاية. وطبعا كنت ضربت الطماطم في الخلاط، كنت حطيتها شوية على النار ونشلتها حباية بحباية، مش بس احطها بميتها، نشيلها حباية بحباية. هوريكم ان شاء الله برضو يعني طريقة التخزين معاكم الطماطم دي اهي، اللي هي نازلة من شفشق الخلاط مستوية زي بكون ربع سوا، يعني تاخد ربع سوا، ما بتطلعها من الفريزر تفكيها بتاخد معاك ربع سوا. اهو احنا ماشيين مع بعض خطوة بخطوة، يعني يا ريت طريقتنا تعجبكم، وطريقة بسيطة وسهلة. وانا بقالي فترة ما نزلتش لكم، لان طبعا الولد دي ابن بنتي يعني مش عايزة اقول لكم احنا قعدنا رايحين بكام دكتور، ويعني الحمد لله ربنا يشفيه ويعافيه يا رب، هو واللي زيه، وما يضرش حد ولا يضرنا يا رب فيه، وايه ويشفيه ويعافيه ربنا. ما لخبطني والله العظيم، يعني بقالي يطلع اسبوع ولا 10 ايام ما نزلتش لكم اي تنزيلات خالص. بس الواد دي يعني منكد عليا والله، لان زعلان طبعا على زعل بنتي عليه من ابو طوالي مش موجود. فيعني انا شايله هم، وبنتي طبعا متجوزه في مكان تاني، وعيلة لسه يعني مش داركة برضو، فبقعد رايحة وجاية عليها، رايحين النهاردة للدكتور، رايحين كده يعني ببقى مشغولة معايا. التجلية استوت اهي، ونعمل البرنجان. كنت برضو جبرت خضرة حاسس ان هي شوية، طلعت برضو ايه كان عندي في الفريزر متفرز ان كنت عاملاها معاكم،
هطلع كيس من الفريزر وازوده شويه. اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمد رسول الله. يا رب اشفينا وعافينا واحنا ولا زينا يا رب يا رب. وهنزل بالرز، انا على فكره غسلت الرز ده، لان المحشي البرنجان بالذات يعني تحس لما تعبي الرز من غير ما تغسليه تحس انه بيبقى محصور. انا بغسله رز المحشي البرنجان او الكوسه بغسله. يعني محشي الكوسه قلنا بيتغسل. اما المحشي اللي انت كلنا كنت بتطلعه معاكم في الفريزر ما بغسلوش. وعلى فكره اللي بتحشي دي معاكم معايا بنتي، عشان ما حدش يقول يعني الايدين مختلفه. هي كانت انا قاعده افرح منها، كان الواد ما كانش راضي يسكت. قلت لها، قالت لي ايه زهقانه عليه كده مش زهقانه؟ قلت لها هاتي مش لك دعوه وانا هسكته. فقلت انا هحشي يا ماما، قلت لها احشي. هي اللي بتحشي دي. وانا خلصت وعملت معاه، يعني الواد ربنا هداه ونام على رجلي كملت معاه. بس هما ما خدوش تعبية على طول على السريع، عشان يعني كانت غدا وكانوا عايزين يتغدوا بدري. ما خدش حاجة على طول معانا وخلصته اهو. النهارده الحلة انا على فكرة بوقف البرنجان مش بنيمه، انا بوقفه كده على يكون كل برنجان واقف في مختلف، بيبقى طعمه جميل. ومش هقولك والله العظيم على نفسه، بيبقى نفسه حلو. وتحس ان المحشي لما يكون البرنجانة واقفة مش بتنزل الرز بتاعها، مش بتنزل الرز بتاعها. واللي هي الفراخ طبعا كنت نقعتها من بدري معاكم زي ما انا قلت لكم، علشان ما كانش حد من البنات صاحي يصورني. نقعتها مع نفسي، يعني قلت هحطها كده عشان بقى ساعة ما اخلص التقلية اقوم مولعة عليها على طول. وهعمل صلصة المكرونة معاكم برضو عشان تبقى جاهزة. ولا واحد كيسين مكرونة هالسريع كده واعملها. انتوا عارفين اني بعملها شوربة جادية، مش بعملها مسلوقة. يعني انا هعمل صلصة المكرونة واقوم ملوحة على طول طماطم اللهم صل على النبي، ايه اللخبطة دي يا ربي، المكرونة عشان تبقى جاهزة على طول. وهو دي البهارات بتاعة الفراخ بتاعتنا هننزل بيها معاكم. هي يعني اني لو مش حاسة ان القناة يعني الحمد لله كل اللي يجيبه ربنا كويس. بس يعني ربنا يطمنا على ابن بنتي اهم حاجة. اهو قلنا مع بعض البصلتين والطماطم والبهارات، كل حاجة يعتبر كده الفراخ بالنسبة لشغلها خلص. اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمد رسول الله. هنعمل برضو شوية لسان عصفور عشان العيال الصغيرة بيحبوه. اول صلصة المكرونة خلصت ونلوح مع بعض البرنجان. البرنجان صحيح، المكرونة انا متلخبطة، يعني متلخبطة. صلصة المكرونة، الفراخ جربت تستويها برضو نلوحها قلبناها معاكم. وادي المحشي على فكرة انا غليت له شوية مية، لان المحشي ده مش بياخد مية كتير. غليت له كنكة مية، وكان عندنا مرقة لان طبعا قلنا الفراخ الشوربة بتاعتها هنعمل بها لسان عصفور. وكنت اصلا يعني كنت لسه نازله راح اولع على المحشي، كانت الفراخ لسه ما استوتش، فكنت عايزه اولع عليه عشان برضو يخلص كله مع بعض ويتغدوا بدري. يعني البرنجان المحشي دي بالذات يعني دايما خلي في ربع البرنجانة من فوق تكون باينة، مش تمليهم مية قوي. يعني انا سايبه ربع البرنجانة من فوق بقى مش واخدة مية. والبرنجان اللي فوق ده كله يعتبر مش مبلول وبيستوي وبيبقى حلو برضه. لان المحشي البرنجان مش بيشرب مية كتير زي محشي الكرنب او محشي ورق العنب او محشي اللهم صل على النبي السلج، مش بيشرب مية كتير زيه. شارة ملح بسيطة مع المرقاية كده، ويلا نروح نولع عليه مع بعض. نولع عليه على الكانون. هما يعني حابين ان هما ياكلوه على الكانون، والكانون في البيت وكل حاجة في البيت قمت مولعة عليه. وعما طلعت كانوا اللي فوق يعني عما هو استوى كان اللي فوق خلص. ماشيين مع بعض خطوة بخطوة. هو يعني بتمنى ان انتوا تكبروا قناتي ونفضل مع بعض على طول،
وربنا ما يجيبش اي سوء لينا يا رب، وننزل لكم كل جديد ونفضل مع بعض على طول. شوفوا بسم الله ما شاء الله الحلة كلها بتقلب مع بعضها ازاي. واللي فوق رخر جرب يستوون وهوريلكوا بعد ما نخلص. صراحة يعني ما قلتش لكم على نفس الكانون دي في الاكل، نفس الكانون دي بحاجة تانية، طعم تاني وحاجة تانية. وعلى فكرة هو سريع في شغله برضه، يعني اللي بياخد مع البوتاجاز ده قلنا قبل كده، اللي بياخد على البوتاجاز ساعة هو بياخد على الكانون ربع ساعة، لان انت بتخلصيه بتنشفيه وتسيبيه مكة مع نفسه. يعني كنت سايباه ساعة ما كان هو كده، كنت سايباه وطلعت فوق ونزلت له تاني. والمكرونة لوحتها اهي، برضو بنقطة زيت بسيطة كده، بهارات بسيطة بتاعتنا، وهن ايه صلصة المكرونة. يعني سبت المحشي متولع عليه وطلعت فوق، لان كل واحدة ملبوخة في ابنها، كل واحدة ملبوخة مع ابنها. وقلت اما اعمل نشلت الفراخ برضو ما تجيش معاكم على التليفون، لاني نزلت لهفتها كده وطلعت بسرعة، كنت نازلة تاني المحشي ولوحت شوية لسان عصفور وهزجتهم معاكم في الايه، في الشرب. اهو الشوربة حتى كانت غليت ونزلتها، وبرضو هفضيها في لان الشوربة سخنة يعني لسه شايلاها من على النار ما غابتش. هسيبها بقى مع نفسها لما احمر وخلص اقوم حطها على النار تسخن وتاخد ايه غلوة بسيطة كده. يعني مش بحب اسوي لسان العصفور جو. والمكرونة دي يعني ما اقولكوش على طعمها وعلى شكلها وعلى ريحتها. ما عايزين مكرونة من المفتوحة دي عشان تبقى طرية. يعني هو بيحبوا المكرونة دي مع انها هي مكرونة الكشري المصري، بس هي كانت عندنا وقالوا احنا عايزينها عشان بتبقى طرية، يعني طرية شوية عن التانية. يعني العيال الصغيرة بتحبها تكون ايه طرية حب، بتحس ان هي فيها ريحة طراوة كده غير الحباية اللي هي الصغيرة. وادي صفرتنا الجميلة جهزناها معاكم اهي ونزلنا بيها. ونزلت اجيب حلة المحشي من تحت من على القانون وهصبها معاكم اهو. وادي طريقة غدانا بسيط مش مكلف ولا حاجة، وادي الحلة عاملة معاكم زي نضيفة مش فيها اي حاجة. وما تنسوناش كده باللايكات والاشتراكات عشان القناة تكبر وننزلكوا كل جديد. ويا رب بتمنى ان القناة تكبر معاك والله. يعني انا حاسة ان القناة بتجع مني، بس الحمد لله ربنا هيعوض عليا يعني، والقناة تكبر معاكم يعني وننزلكوا كل جديد. يعني غدا بسيط مش مكلف واي حاجة بسيطة يعني، وحاجة يعني كل حاجة بسيطة من البيت، مفيش اي حاجة زايدة يعني. والسلام عليكم.